كيفكن صبايا؟ شو أخباركم؟ أنا بالعادة ما بعمل ترندات أبدا، بس هذا أول ترند بعمله على قد ما انغرمت فيه. بصراحة طعمه وسهولة ومكونات موجودة بكل بيت ولا أروع من هيك ترند. تابعوني حتى النهاية وشوفوا طريقتي كيف. أكلتنا اليوم تركية، اسمها كازاي ديبه. طيبة كتير كتير، مكوناتها سهلة. أول إشي عندي 3 كاسات حليب، عيرت بالأكواب المعيارية، وربع كاسة سكر. طبعا أنا ما بعرف الكاميرا هون شو صار لعندي صارت تغبش فجأة، بس هلأ أول كم لقطة. معلقتين كبار طحين ومعلقتين كبار نشا. وهلأ أنا حضيف صفار بيضة، طبعا هي اختيارية، صفار البيض والزبدة اختياري، فيكن تضيفوا وفيكن لا. ومنحرك المكونات كلياتها مع بعضها لحتى تتجانس سوا. وهلأ رح ضيف ظرف فانيليا، بإمكانكم كمان لو عندكم فانيليا سائلة ما في أي مشكلة. وبس يتقل عندي الخليط ويصير بهي النتيجة هي، منضيف عليها معلقة صغيرة زبدة. ومثل ما قلت لكم هي اختيارية. هلأ هي طريقتها كتير كتير قريبة للمهلبية، بس بجد طعمتها خيالية، يعني أنا ما توقعت هيك أبدا. لهيك حبيت شارككم فيها وورجيكم الطريقة على أصولها، واتبعوا المقادير بالضبط. وهلأ جبت عندي المقلاية، وهلأ هو في إمكانكم تحطوا سكر عادي، بس أنا عندي مطحنة فطحنتهم سويتهم بودرة. تقريبا قدر كاسة شاي، لو أكتر شوي ما في أي مشكلة. وبحطن على نار وسط لحتى يتكرمل عندي السكر، ما بدي أحرقه، كرملة بس. وطبعا هالأكلة يعني لازم تكون المقلاية كتير ظريفة، إذا المقلاية عندكم بتلزق أو شي فما حتستفيدوا فيها. بنصحكم تكون مقلاية تيفال ويكون أو جرانيت، تكون ظريفة. وبس داب عندي السكر وتكرمل كله مع بعضه، بنزل كبجاية من الخليط دغري فوق منه. وطبعا بهز المقلاية بسرعة لحتى ما يحترق عندي الخليط بهالطريقة هي. تقريبا أول شي بضيف نص الخليط، وبعدين بس ينشف عندي شوي الطبقة الأولى بضيف الطبقة الثانية، بدون هيك شوي بالمعلقة ما في أي مشكلة. وهلأ بعد ما نشف عندي أول طبقة، تقريبا خليتها شي 3 دقايق، ضفت الطبقة الثانية كملت الخليط كله. هو بسميك شوي بس معلش أحسن. أنا شفت بعض الفيديوهات إنه إذا كان مريء فبتحسوها إنه تطلع منها الكريمة هيك، يعني ما بتنشف مزبوط. فلا خلوها بهي السماكة، معلش لو عذبتكم شوي بالفرد فما بيأثر أبدا. وهي بعد ما خلصت وحطيت الكمية كلها، رح أتركها على نار وسط تقريبا شي 5 دقايق. أول ما أحس إنه الوش الطبقة التانية بلشت إنه تنشف شوي، فخلص بطفي وبخليها لحتى تهدى، وبس هديت وبردت بقطعها. طبعا دخلتها على البراد ساعة وربع، وهلأ رح أقطعها. نقسمها 3 أقسام بهالطريقة. يا سلام، هلأ هي مشكلتها هالأكلة إنها ما بتنعمل كميات كبيرة. حابة أجربها إني أعملها بزبادي وأحطها بالبراد، بس يا ترى بتطلع نفس الطعمة؟ ما بعرف. منحررها من عالداير. أنا عم بعملها شوي شوي حتى ما أجرح المقلاية عندي.
وهلأ طبعًا بالمعلقة الخاصة للمقلاية بلفّها للقطع، شوفوا بلفّها بهي الطريقة، حاولوا إنه ما تنقسم معكم، شايفين؟ بكل حنان. أنا كبّرتها للقطع شوي مشان التصوير، شوفوا؟ يا سلام على هالمنظر ما أحلى، بجد ولا أسهل من هيك. طبعًا هلأ هي بتتزيّن بالفستق الحلبي، بس أنا خربت الترند شوي لإني ما باحب الفستق وضفت جوز، وبإمكانكم تضيفوا قرفة، تضيفوا جوز هند، شو بدكم ضيفوا ضيفوا، بس أنا الصراحة باحب الجوز كتير فضفت رشة جوز. يا سلام! بذمتكم في أسهل من هيك أكلة؟ وهلأ اللقطة اللي أنا كتير باحبها طبعًا لحظة الذوق. على قد ما انغرمت بشكلها ما في غير صور لكم إياها. بسم الله. شايفين شو طرية وهشة؟ يا سلام بجد ولا أروع من هيك. جربوها صبايا وعطوني رأيكم، ولا تنسوني أكيد من يلي بيشوفني أول مرة إنه يعمل لي اشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.